السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جئت لكم ببرنامج لتسهيل تنظيم دوريات بلياردو جيمزر. هذا البرنامج يسهل عليك الكثير من الأشياء مثل النشر إلى غير ذلك. الآن نشرح واجهة البرنامج وكيفية استعماله. أولا، قبل أن نفتح البرنامج، ملاحظة هامة: هذا البرنامج يشتغل سواء بفتحه بأي متصفح إنترنت أو بواسطة برنامج ماكرو ميديا فلاش بلاير الذي يمكنكم تحميله بواسطة الرابط تحت الفيديو. الآن نفتح البرنامج بالضغط عليه مرتين. نلاحظ هذه واجهة البرنامج الأولية. نختار هنا نوع المنافسة، هناك 3 أنواع من المنافسة. نختار هنا نوع اللعبة، سنوكر أو 8 بول. نختار هنا عدد اللاعبين من 8 إلى 16 إلى 32 إلى 64 لاعب. ثم نضغط على بدء الدوري، على زر بدء الدوري. عندما نضغط على زر بدء الدوري تظهر لنا هذه الواجهة التي تشبه واجهة روم جيمزر. ندخل هنا أسماء اللاعبين الذين سيشاركون في الدوري. نلاحظ هنا إذا لم ندخل أسماء اللاعبين وضغطنا على زر نشر اللاعبين فوق الطاولات على الطاولات، عندما نضغط بدون إدخال أسماء اللاعبين تظهر لنا هنا رسالة تحذيرية بأنه يجب علينا إدخال أسماء جميع اللاعبين. نضغط على الرسالة لكي تختفي، ثم نكتب هنا أسماء لاعبين، مجرد أسماء لا يهم. المغرب، ليبيا، السودان، مصر، السعودية، قطر. نضغط على زر نشر اللاعبين على الطاولات. تظهر لنا هنا كما في جيمزر طاولات اللعب، والبرنامج قد أجرى قرعة تلقائية ووزع اللاعبين تلقائيا. الآن لكي نختار إعلان أو رسالة إعلام اللاعبين بمن سيواجهون، نضغط هنا على علم الجزائر. ستظهر لنا هنا دائرة حمراء، يجب أن تظهر هذه الدائرة لكي نتأكد بأنه قد نسخ الإعلان. ثم نذهب إلى جيمزر، ثم نلصق هذا الإعلان كولي. نلاحظ هنا الطاولة رقم 1، الجزائر مع تونس، جيم سيدا. نذهب إلى البرنامج. الآن كل لاعب يفوز نضغط عليه، مثلا هنا فازت الجزائر نضغط على الجزائر، هنا فازت ليبيا نضغط على ليبيا، هنا فازت السودان نضغط على السودان. مثلا هنا لو لم نختار جميع الفائزين في الطاولة ثم نضغط على الدور التالي، ستظهر لنا رسالة تحذيرية تحثنا بأن نختار جميع الفائزين في جميع الطاولات. نضغط عليها لتختفي، ثم هنا نختار الفائزين، ثم نضغط على الدور التالي. هنا الدور الرابع النهائي. عندما نضغط على الدور التالي يذهب بنا إلى الدور النصف النهائي. نختار الفائزين هنا، مثلا الجزائر والسعودية، ثم نضغط على الدور التالي. هنا الدور النهائي، السعودية مع الجزائر. نختار هنا مثلا الفائز الجزائر، ثم نضغط على الدور التالي. تظهر لنا هنا واجهة للفوز، مبروك للفائز الجزائر، اسم الفائز مع مفرقعات نارية. هنا إشعار فوق، عندما نمرر زر الفأرة فوق الإشعار فإنه يتوقف. للذهاب إلى قناتي في يوتيوب نضغط على هذا الزر، نذهب بنا إلى قناتي. للعب دوري آخر نضغط على هذا الزر، يعود بنا إلى الواجهة الرئيسية.
لمن يريد تعديلات على البرنامج أو لم يشتغل معه البرنامج أو لم يفهم شيء، يراسلني على هذا الإيميل jamesalgeria@gmail.com. وبهذا أكون قد أنهيت شرحي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.